كاني آكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد نستكمل فيه الحديث عما لم نستطع إكماله في الحلقة الماضية عن الحسد. نسأل الله عز وجل السلامة منه، فالحاسد لا يرضيه شيء إلا زوال النعمة، كما قال الشاعر: كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسد، فإن في القلب منها عقدة عقدت وليس يفتحها راق إلى الأبد إلا الإله، فإن يرحم تحل به وإن أباه فلا ترجوه من أحد. فاللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد والنفاق. الحسد تلك الجرثومة السيئة والخبيثة المحبطة للأعمال والجالبة لغضب الله عز وجل والمفسدة للمجتمعات، كل هذا تحدثنا فيه. اليوم نتذاكر أيضا أن الحاسد جالب لنفسه الوجع والألم وحرقة القلب. الشاعر يقول: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الحاسد يحمل نفسه وقلبه أثقالا وآلام الحرمان، ويوقد فيها نيران الغيرة، ويعيش مع نفسه في بركان من التعاسة والشقاء، لأنه لا ينظر إلى عطاء الله وكنوزه الملأى، ولا يعلق قلبه بطلب ما عند الله من فضل، ولكن تضيق قلبه وعينه ونفسه فلا ينظر إلا ما في أيدي الناس. من هنا يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد. ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد. ظالم في صورة مظلوم. ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد. حزن لازم وغم لا ينفد. هو ظالم بحسده، لكنه أيضا مظلوم بما أشقى به نفسه وأتعبها وأضناها، كما يقول الشاعر: دع الحسود وما يلقاه من كمد، كفاك منه لهيب النار في جسده. دع الحسود وما يلقاه من كمد في داخله، كفاك منه لهيب النار في جسده. إذا لمت ذا حسد نفست كربته، وإن سكت فقد عذبته بيده. إذا أنت حاولت أن تلومه، تعتب عليه، تخاطبه، تعنفه، فأنت تنفس عن كربته بأنك تظهر لك غضبك وانزعاجك له. لكنك عندما تصبر وعندما تسكت على أذيته فإن سكوتك عذاب له بيده. إن لمت ذا حسد نفست كربته، وإن سكت فقد عذبته بيده. لذلك قال بعض العلماء والحكماء: يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. هذه تريح نفسك. يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقتما تكون مسرورا. فاسأل الله عز وجل السلامة من الحقد والحسد.
وأن يطهر قلوبنا من الأمراض والذنوب. صحيح أن الحسد خلقه الله في القلوب، في قلوب بني آدم كلها، لكن الحسد خصيصة حيادية. كما خلق الله شهوة النساء في الرجال، وكما خلق الله شهوة المال، هي طبائع فطر الله الناس عليها، لكنها في ذات الوقت خصائص حيادية، بمعنى أنها قد تعلو بالإنسان إلى أعلى عليين أو تنزله إلى أسفل السافلين. نحن مسيرون في وجود هذه الأمور فينا، الحسد، شهوة النساء، شهوة حب المال، نحن مسيرون في وجودها فينا، لكننا مخيرون في تصريفها، مخيرون في تمني الخير أو تمني الشر، مخيرون في صرف تلك الشهوة في الحلال أو في الحرام. كلنا يحب المال والذهب والدينار، وهو أمر جبلنا عليه من قبل الله عز وجل، حتى قال الإمام علي كرم الله وجهه: من قال لكم أنه لا يحب المال فعدوه من المجانين. ولكن إذا أحببت المال وجعلته في يدك لا في قلبك، هذا المال سيرتقي بك، وإن بذلته للخير أوصلتك إلى درجات الكمال وإلى سلامة القلب. لكن في المقابل إذا دفعك حبك للمال لجمعه من حرام واستخدمك المال فصرت له خادما وعبدا، أهوت بك إلى أسفل السافلين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار. وكذلك محبة النساء والشهوة التي تدفعك إلى النساء فطرة فطرنا عليها، لكن الحرية والاختيار تكمن في أن يدفعك هذا الحب وهذه الشهوة إلى حب امرأة حبا ظاهرا طاهرا عفيفا يحملك على الزواج بها وتنشئة أسرة، أو قد تدفعك إلى حب امرأة يحملك على الرذيلة. وكذلك الحسد فطرة أوجدها الله بذرتها في قلوب بني البشر، وأعطى للبشر الحرية والاختيار في تنمية تلك البذرة أو دفنها وتخبئتها. وقد سئل الإمام الحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ هل يمكن أن يتواجد الحسد في قلب المؤمن؟ فقال: وما أنساك إخوة يوسف، ولكن غمه في صدرك، أي اخفيه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعدو به يدا أو لسانا. يعني الحسد لن يضرك إذا لم يجرك إلى الاعتداء على الآخرين بلسانك من خلال الكذب والغيبة والنميمة والبهتان، أو باليد من خلال تنفيذ تلك المؤامرات القذرة. ولذلك الحسد هذا المرض الخبيث له 3 مستويات. المستوى الأول هو أن يتمنى زوال ما عند الغير ليتحول إليه. رأى عند شخص مالا هو يحسده عليه، يتمنى أن يزول ذلك المال منه وأن يتحول هذا المال إليه. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني هو أن يتمنى زوال ما عند الغير حتى ولو لم يذهب إليه، لكي يشفي الحقد في قلبه وصدره. المهم أن يفتقر فلان، هذا المال عاد لي أم عاد لشخص آخر أم كب في النهر لا يهم، المهم أن يفتقر فلان. المستوى الثالث وهو أسوأ أنواع الحسد، وهو بعد أن يحسد الإنسان أن يسعى ليس بالتمني بل في إزالة ما عند أخيك عن طريق التحريض عليه والتشهير به ومحاولة إلصاق كل تهمة به. لذلك الآن وأنت تستمع إلي
وأنت في هذه اللحظات تستطيع أن تفحص قلبك وأن تجري لقلبك اختبار الحسد. كيف؟ فكر وانظر في قلبك. أخوك، صديقك، ابن عمتك، ابن خالتك، ابن جارك وحيك، إذا اشترى سيارة أفضل من سيارتك، أو سكن قصرا أفضل مما عندك، استلم منصب أرقى وأرفع من درجتك الوظيفية، حظي بمكانة شعبية أفضل مما أنت عليه، حظي بزوجة أجمل من زوجتك، رزق بأولاد أنجب من أولادك. الاختبار: هل ستفرح له؟ هل ستقول والله قلبي فرحان ويكاد يطير من الفرح وكأن هذا الخير الذي عند أخي وابن عمي وابن خالتي وابن جاري وحي كأنه عندي؟ إذا قلت هذا فأبشر، فأنت مؤمن، وعلامة إيمانك أن تفرح بخير أخيك كأنه عندك. لكن المصيبة لو وجدت غير ذلك. المشكلة الكبيرة والكارثة إذا وجدت في نفسك غير ذلك، فقد اقتربت من المنافقين الذين قال الله عنهم: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فإذا كنت تفرح بخسارة أخيك وبضياع مال ابن عمك وبذهاب منصب ابن خالتك وبخراب بيت ابن حيك، اعلم علم اليقين أنك انتقلت بهذا مباشرة من خندق المؤمنين إلى خندق المنافقين، خندق مرضى القلوب. هذه أولى علامات وإشارات وأعراض إصابة القلب بالحسد. أيضا من العلامات كثرة الشكوى وعدم الشكر. الحاسد دائما ساخط ودائما يبدي عدم الرضا بما عنده، لا يعجبه حاله أبدا، لأن هناك من هو أفضل منه، مع أنه يمتلك وظيفة حسنة والعمل الجيد والزوجة والأبناء الصالحين وسيارة جديدة ورصيد كبير في البنك، مع كل ذلك يشتكي. وفي نفس الوقت لا تجده يشكر الله على ما به من نعم، فلا يقول الحمد لله اللهم لك الحمد، وذلك لأنه يرى أن ما عنده قليل وحقير لا قيمة له. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر ذات يوم مع مجموعة من أصدقائه وصحابته على رجل مجذوم أعمى وأبكم. هو ومجموعة من معه مروا على رجل بقارعة الطريق، فنظر إليه فإذا رجل مجذوم مرض جلدي، أعمى لا يرى، أبكم. فقال عمر بن الخطاب لمن معه: أترون في هذا الرجل من نعم الله شيئا؟ رجل مجذوم أعمى أبكم، أنتم شايفين هل عند هذا الشخص أي نعمة؟ قالوا: وأي نعم من هذه يا أمير المؤمنين؟ يعني الرجل مجذوم ورجل أعمى وأبكم، يعني أكثر من هذه المصائب، يعني أين هي النعم؟ قال سيدنا عمر: ألا ترونه يبول فلا يعتصر؟ فكر فيها. ألا ترى ما عندك من النعم كبيرة ذات قيمة لا تستطيع حتى أن تفكر في قيمتها؟ لكن مشكلة الحاسد أنه دائما ينظر إلى ما عنده باستحقار. أيضا من العلامات تتبع العثرات. الحاسد دائما يريد أن يشفي الغيظ الذي في قلبه بأن يجد له ذلة. الإمام الترمذي يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. الشاعر يقول: أعطيت كل الناس من نفسي الرضا إلا الحسود فإنه أعياني، لا أن ذنب لي عملته إلا تظاهر نعمة الرحمن، يطوي على حنق حشاه لأن رأى عندي كمال غنى وفضل بياني، ما أرى يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. فإذا وجدتم من يفتش في أوراقكم ويتبع عوراتكم فانتبهوا له، إنه حاسد. أيضا من العلامات أن الحاسد يشمت بالآخرين، فهو دائما يعيش في حالة اختلال توازن، ولذلك فهو يفرح ويسعد بالأذية تطال المحسود، تجده يفرح بمصيبتك ومسرور بالذي أنت فيه. ولذلك يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: الحاسد يحزن للسرور ويفرح بالشرور. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلبي وقلوبكم من الحسد والحقد والنفاق. وإلى غد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.